الزمالك بيكسب المصري في ماتش، اللي يشوف اوله ما يشوفش اخره. تشوف اول الماتش، الزمالك ضغط عالي اول حوالي 10 دقايق، عمل ضغط عكسي، ابتدى يسترجع الكرة في المناطق بتاعت المصري قدام، بس ما عملش خطورة وما استفادش من الكلام ده. المصري لما كان بيخرج بالكورة، الضغط العالي اللي كان الزمالك عامله كان عامل له مساحات كبيرة في نص الملعب. وربيع النهارده كنت حاسس ان هو واكل خروف قبل ما يلعب، تقيل، بيجري بالراحة، ما بيضغطش كويس. نتيجة قلة الضغط ده، الراجل رقم 27 بتاعهم لعب جامد قوي، راح حط الكرة بشماله في الزاوية البعيدة، جه فينا جون. تقريبا الكلام ده كان في الدقيقة 12. الزمالك بعد الجون قعد شوية نايم وفاق، تقريبا على الدقيقة 25. في الدقيقة 30 بيجي لنا فاول، بالزيرة بياخده، يحط الكورة على البعيدة، يروح لها عدي الدباغ ممتاز، يحطها بشماله في البعيدة. عدي الدباغ اللي بيجيب الاجوان الصعبة وما بيجيبش السهلة. بعد الجون ابتدى الماتش يروح ويجي، لحد ما بتزيرة كالعادة خد الكورة، عمل كركبة في نص الملعب. بص على الجون ده تاني، يعني نرجع بص على الجون تاني. بتزيرة لما خد الكورة في نص الملعب كان عليه 3 لعيبة وفتوح لوحده، كان فتوح وناصر رايحين على مدافع واحد. الكورة لما بتزيرة جات له، حطها لفتوح. فتوح خد الكورة، منسي قطع له في ظهر المدافع، حطها له، منسي حطها بوش رجله في البعيدة. طبعا ناصر منسي خلاص يعني، دلوقتي يعتبر هو احسن مهاجم في مصر بدون منازع كمان. يمكن كمان هو كده عدى مصطفى محمد. الشوط الثاني الزمالك اختفى لحد الدقيقة تقريبا 67. انا ما كنتش شايف الزمالك بيتهاجم عليه بس، كأنه واحد واقف او واحد عمال بيلطش له. بعد التلطيش ده كله، من ضمن التلطيش ناصر منسي رزع المصري حتة قلم، كورة طايشة ملهاش أي لازمة، الساعي بيوقفها، منسي راح حط جسمه قطعها منه بعد الضغط عالي، وقام حاططها بوش رجليه في البعيدة بعد ما لف وسطه 180 درجة. يمكن أحلى جون جه في الدوري لحد دلوقتي. المصري بعديها فك، الزمالك ركب الماتش، يجيب الجون الرابع من كورنر بتاع عبد الله السعيد، يحطها حسام عبد المجيد بدماغه. بعد كده بقى تغييرات، يعني من ضمن التغييرات اللي ما عجبتنيش تغييرة فتوح، توقيتها ما كانش كويس. تغييرة فتوح بأدم كايد، فتوح كان عامل ماتش كويس وكنت شايف ان هو يقدر يدي اكتر من كده. لو هو عنده مشكلة بدنية تمام، انما لو هو تغيير تكتيكي، تغيير مش صح. الناحية التانية كان عبد الله السعيد المفروض يخرج، لانه عمل معدلات جري كبيرة جدا. يعني كان بدل ما يطلع فتوح وينزل ادم كايد، كان برضه نزل ادم كايد بس مكان عبد الله السعيد. الحمد لله على السلامة يا محمود جهاد، جالنا من الحرب. مش عارف كان فين، رجع الحمد لله، لعب النهارده شفته الحمد لله، كان وحشني. نزل عمرو ناصر بعد الإصابة، ابتدى يحط شوية لعيبة في آخر 5 دقايق بعد ما اطمن للنتيجة، علشان ينفعوه في الماتشات اللي جاية.